ورحمة الله تعالى وبركاته. شوفوا اليوم غادي نبدا الكلام تاعي من الناحيه السياسيه. طبعا اليوم موضوع سياسي نخبر ولادي اللي يبغي يسمع. وانا اظن انني ربما اكون خاطئ في هذا الموضوع، يعني خاطش مداري كي نهضر على بعض المواضيع نعطي روحي الحق مسبقا، يعني مسبقا نقول ربما اكون صائبا، يعني مانيش غلط. بصح اليوم ممكن جدا نكون غلط، ماذا بيا ننتظر منكم تصححوا لي، خاصه بعض الاخوه راهم يدخلوا عندي والله ما شاء الله ما شاء الله في التعليقات نتاعهم، سواء تعليقات باللغه العربيه او بالفرنسيه، والله العظيم لا قمه في الثقافه، والله ما شاء الله عليهم. هادو راهم يجوا عندي ونحييهم كلهم نحييهم. واغتنم الفرصه باش نقول للمتابعين تاعي اللي راهم يتبعوا معايا ويتواصلوا معايا بالتعليقات، نقول لهم سامحوني، خاطرش انا والله ما عندي خبره كبيره في هذا اليوتيوب ولا كيفاش نستعمله. وتخيلوا رغم كل الفيديوهات اللي راني نديرها، راني منذ بالك سنتين ولا ثلاثه ندير فيديوهات، والله لحد الان ما خلصتش دوروا على هذه الفيديوهات، والله العظيم ما خلصت دوروا على هذه الفيديوهات، لانني ما نعرفش كي ندير هذه تاع الخلاص وتاع ادسنس وهذو، نحاول وكي نكره نحبس، ما عرفتش كي ندير راني قاعد هكذا. اذا كاين بعض الناس اللي ما نقدرش نرد عليهم في التعليقات ما قدرتش نرد عليهم، لانني ما نلقاش التعليقات كلها. بغيت باش نشوف التعليقات نتاعي كلها، ولكن هذا الاوبسيون اللي راهم دايرينها لي ما فهمتهاش، ما عرفتش كيفاش نصلحها. نلقى غير بعض التعليقات، والاخرين الاغلبيه تاع التعليقات ما نلقاهاش باش نرد عليها. وراكم تشوفوا كيفاش انا كل تعليق نقراه نرد عليه، كل تعليق احتراما للمتابعين تاعي. اي تعليق لا بغى تعليق غير قصير نرد عليه، ولو رديت عليه بقلب ولكن نرد عليه. اذا بغيت نتكلم اليوم شويه على بيدرو سانشيز، ومن بعد نروح للازمه تاع ايران مع الولايات المتحده الامريكيه، هي في الحقيقه مع الصهاينه. اذا بيدرو سانشيز بعد الاحداث تاع سبته اوروبا كلها انقلبت عليه ولم تدعمه، رغم أنهم يقولوا أوروبا متحدة والاتحاد الأوروبي وكل شيء، ولكنهم كلهم سمحوا في إسبانيا وسمحوا في بيدرو سانشيز. إذن في رأيكم لماذا؟ هل من أجل أن بيدرو سانشيز راهي تحاول الصهيونية العالمية وأمريكا أنها تعاقبه مثل ما عاقبوا هذاك خان، هذاك الرئيس تاع السي بي تاع محكمة العدل الدولية، هو عاقبوه، قالت له الولايات المتحدة اللي تشدق بحقوق الإنسان وتقول أنه ديمقراطية، عندما لا سي بي يعني محكمة العدل الدولية قالت على نتنياهو وجماعته بأنهم مجرمين ولا بد أن يحاكم، قال لهم ترامب علاش تقولوا عليه باللي مجرم رغم أنه قتل الأطفال والنساء بالآلاف، قتال باين، لا يعني ما كانش نقاش فيها. هذا نتنياهو وجماعته مجرمي حرب، هو وسموتريتش وبن غفير وهذاك وزير الحرب نتاع قائد الاركان، هذاك اللي كان كيسموه نسيت الاسم نتاعه، كلهم مجرمي حرب، وهو على راسهم اكبر مجرم حرب هو نتنياهو وترامب، وقبله بايدن كذلك مجرم حرب، زود الصهاينة بالسلاح ولم يرد معاقبتهم ولا معاتبتهم، ولم يرد إيقاف آلة القتل الصهيونية. هادو مجرمي حرب، سموتريتش وبن غفير ونتنياهو وترامب وبايدن، هادو مجرمي حرب، زيادة على قادة الجيش الصهيوني، كلهم مجرمي حرب، بما فيهم الجنود اللي كانوا يفجروا المنازل ويقتلوا الناس ويصوروا نفوسهم معهم، وكانوا يقتلوا الناس اللي تجي تلتقط الغذاء، كانوا يديروا لهم الغذاء، يرموه لهم البندوره، هذاك الملك تاع البندوره كان مساهم بالعاني، كان يرسل لهم الاكل بالطائرات بالعاني باش يجتمعوا لجمع الاكل ثم يقتلوهم الصهاينه. كل شيء مدبر، كلهم مجرمين، حتى ذاك الملك البندوره مجرم حرب. إذا نولوا لبيدرو سانشيز. هل تظنون بأن أوروبا عبدة للصهيونية وعبدة الأمريكا، لهذا جات ضد بيدرو سانشيز ولاموا إسبانيا وقالوا لإسبانيا غادي نخرجوك من اتفاقية شنغن؟ علاش؟ لأنهم
يخضعون لترامب ويخضعون للصهيونية العالمية، وإلا يريدون أن يعاقبوا سانشيز لأنه رضخ في السابق للمهلكة المروكية. راكم فاهمين باش باغي نهضر؟ اسكو باسكو باغي يعاقبوه باسكو هو اللي تي تري فابل دوفون لو ماروك، ابتزته بيغاسوس ورضخ وراح لهم واعترف بمغربية الصحراء، قال الصحراء مغربية ولازم الحكم الذاتي لأنهم حكموه بيغاسوس. كاس كيلزون تروفي دون سون تيليفون الله أعلم. فإذا اسكو باسكو عاقبوه باسكو إلي فابل اون فاس دو ماروك واعترف لهم بمغربية الصحراء على خاطر بيغاسوس؟ ربما كانوا يقولوا له رغم بيغاسوس كنت تخليهم يهضروا هكذا نكتشفوهم تاع بصح، ونكتشفوا بأن المروك يتجسس على هواتف القادة الأوروبيين، وقول لهم طز فيكم وما نستعرفش بالصحراء المغربية، وخليهم يبانوا على حقيقتهم. من هذا الشيء لاموه ولا لاموه بور اون ايفونتويال اوتر شوز، يعني ربما علاش امر ثالث. ما هو هذا الامر الثالث؟ الامر الثالث ربما هم ظنوا بأن إسبانيا بحاجة إلى يد عاملة، وراهي الريغولاريز المهاجرين الغير شرعيين راهي تسوي لهم الوضعية نتاعهم. فإذا بيدرو سانشيز دار هذه العملية باش يزيدوا يدخلوا بعض الآلاف. ربما هما ظنوا هاك بيدرو سانشيز يفتح البيبان أمام الهجرة من أجل أنه يسوي لهم الوضعية، لأنه بحاجة إلى يد عاملة. لأن إسبانيا عكس الدول الأوروبية الأخرى راه عندها نهضة صناعية وزراعية. لي فوايون سون اوفير تاع ليكونومي اسبانيول، بمعنى الاقتصاد الإسباني راه يحقق نجاحات عكس أوروبا. فإذا هم بحاجة إلى اليد العاملة، وهو ربما دبر هذه القضية بغى يدخل بعض الآلاف، ولكن الناس اللي دخلوا عدد كبير جدا 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 ما يقدرش يسوي لهم الوضعية. إذا ربما على هذا الشيء راهم ضده. أما إذا كان عبيد للصهيونية وعبيد لأمريكا فستظل أوروبا ضعيفة، وغادي تواصل الصهيونية استعبادها للأوروبيين. هما راهم مسيطرين على فرنسا سيطرة كاملة، وعلى ألمانيا سيطرة كاملة، وعلى بريطانيا كذلك. أما الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط اللي فيها البرتغال وإسبانيا وإيطاليا بدرجة أقل، أنا أتصور يعني ماشي مسيطرين عليها بدرجة كبيرة ربما. ولكن هذا التحالف ضد بيدرو سانشيز يعني أنا ما نقدرش نفهمه. يا خضوع لأمريكا والصهاينة باش يعاقبوه على خاطر المواقف تاعه المشرفة، ولا بغاو يعاقبوه ويجوا ضده لأنه ضعف أمام المروك واعترف بمغربية الصحراء وخلى المروك تبتزه وتدير له هذا الأمر هذا بمعنى أنه ضعيف أمام المروك. وإما راهم ضده لأنه حاول إدخال بعض الآلاف لأنه بحاجة إلى يد العاملة. هذه ما راني المروك من بيدرو سانشيز وما حدث بسبب هذه الامور، هي هذا الانكورسيون تاع سبته، هذا التسلل الغير قانوني الى سبته. باش نتكلم على موقف المراركه داروا له هذه القضيه باش يعاقبوه ويديروا له مشكله ويبتزوه ويديروا له دي شونتاج، على خاطر انهم راوا انه كاين هناك إعادة نظر في موقف الحكومة أو الدولة الإسبانية في شأن الصحراء الغربية. راه كاين شوية تغير في الموقف، هذه من ناحية. ومن الناحية الثانية الزيارة تاع بيدرو سانشيز للجزائر، المروك تريد أن تتحكم في إسبانيا، وهذا شيء غريب جدا. يعني بغات تمنع إسبانيا باش دير شراكات مع الجزائر، وإسبانيا دولة حرة، دولة سيدة، دير علاقات مع من تريد وفق المصالح نتاعها. هما زعما ما ديرش علاقات مع الجزائر. وزيد عندما سمعوا بأن هناك مشروع ربط نتاع الغزوات مع مليليا، ربط غزوات مع مليليا، وخافوا على هذاك ميناء طنجة المتوسط اللي دخل أموال كبيرة في الحقيقة. خافوا على هذا المشروع بأنه يضعف ولا ما يدخلش الأموال بزاف. فإذا على هذا المروك دارت هذه المشكلة.
باش يديروا له الابتزاز، خاصه ابتزاز قال اودي ما ديرش علاقات مع الجزائر، ولازم ما تغيرش الموقف تاعك من الصحراء الغربيه، ولازم تخاف منا والا نبتزوك. ونظن ان هذه المره المخطط تاع المروك لن ينجح، والله ما ينجح هذا الخطره. علاش؟ لان الاوروبيين كلهم غادي يقولوا للمروك طز فيك، الى متى غادي نبقوا تحت الرحمه تاعك؟ كيفاش حنا نبقوا تحت السيطره تاع دوله حقيره تقول لنا ندخل لكم المهاجرين؟ علاش حنا ما نقدروش نحرسوا الحدود نتاعنا؟ علاش ما عندكم لا بحريه لا جنود لا درك لا شرطه؟ ما عندكمش؟ كيفاش؟ هذا الشيء عجيب والله العظيم. لا احيانا تحير اوروبا تدفع اموال طائله للمروك مقابل انها ما تخليش الهجره تفوت، ويبتزوهم بهذا الامر. يعني غلبه كامله او انتصار كامل ما يقدرش، لان ايران قادره على انها تلحق به اضرار كبيره. هذيك القواعد نتاعه اللي في هذه المنطقه الاستراتيجيه كلها دمرتها، وهي قادره على انها تدمر المزيد، قادره على انها تدمر المزيد. والقوه الحقيقيه لامريكا هي القواعد. ما عندهاش قوه نوويه اكثر من روسيا، ولا عندها جيش اكبر من تاع الصين ولكن هي قويه بالقواعد العسكريه. بمعنى لو ان ايران قضت لها على القواعد العسكريه في تلك المنطقه الحساسه، غادي امريكا تضعف جدا وتفقد السيطره على ذلك المكان. وهي تريد ان تسيطر على المكان هذا سيطره كامله، باش تسيطر على البترودولار يعني عائده البترول، وتسيطر على منابع النفط والغاز في تلك المنطقه، باش تحرم الصين من هذه المنافع. تريد ان تضعف الصين، ولكن الصين الان الصين ما عندهاش باش تولي مارشارير. الصين الان ما تقدرش تولي مارشارير وتسمح لها بذلك. على هذا الصين راهي تزود ايران بمختلف الاسلحه، وراهي تساعدها تكنولوجيا بالاقمار الصناعيه، وتحدد المواقف وتخبرها على القواعد الامريكيه وين موجوده بالتحديد. هي وروسيا راهم متعاونين مع ايران. لماذا؟ لان دي مصلحه حيويه. اذا فات فيها امريكا قضات على ايران سي لو ديرني رومبار، يعني الحاجز الاخير اللي بقى للصهيونيه العالميه وامريكا. الحاجز الاخير هو ايران اللي بقات لهم عقده، ايران اللي بقات لهم في الحلقوم كي العظم لصق لهم هنا هي ايران. فاذا بغاو يقضوا على ايران باش يقدروا يستفردوا بالمنطقه ويجفوا منابع النفط على الصين، ويتغلبوا على هذيك المنطقه كلها، ومن بعد ينفذوا اسرائيل الكبرى بسهوله. ولكن تبان لي هزموا ما يقدروش يواصل، راه مهزوم. هذا ترامب اللي بغى يبين للعالم بانه كاريزما كبيره وبانه محنك سياسي وبانه ذكي، الزيرو. ترامب انسان ضعيف، والضعف نتاعه باين من البيدوفيليا نتاعه. هو انسان بيدوفيلي، كان يتغلب على كان يتعدى على الاطفال ويشرب الدم نتاعهم وياكل لحمهم. هذا انسان ضعيف، هذا انسان استغلته الصهيونيه العالميه اقصى درجه، استغلوه الى اقصى درجه. تخيلوا انتم غير على خاطر ملفات إبشتاين راه يقتل في الايرانيين ويدمر في المنطقه كلها، وراه يدمر في امريكا. هذه غادي تنعكس سلبا على امريكا. الموقف العالمي من امريكا راه ينحط وراه ويتغير. كاين ريميزون كوز دو لا ستاتور دي ايتازوني دون لو موند. الناس راهي تعيد النظر في المكانه تاع امريكا في العالم، ماشي كقوه تاع ديمقراطيه وقوه تاع حقوق الانسان وقوه تاع عدل وقوه تاع كومان جوندارم دي موند. لا، دروك امريكا بانت بانها قوه اعتداء. هو شجبهم الايران يعتدون على دوله ذات سياده، وشدهم يروحوا يجلبوا رئيس تاع دوله منتخب اللي هو اوغو سانشيز. علاه راحوا جابوه اوغو شافيز بليتو، ماشي اوغو شافيز اللي بعده، نسيت اللي بعد هذا الرئيس اللي جا بعد اوغو شافيز اللي تاع فنزويلا. راحوا داوه للامريكا مكبلا مقيدا، طبعا بعد خيانه اللي معاه في فنزويلا، هم اللي خانوه، هما ما قدروش يدوه خيانه. وكاين واحد الاعمال نتاع الالكترونيه تاع التشويش الى اخره، ضعفوا الجيش وخيانه وداوه. اذا امريكا اعتدت على فنزويلا وراحت تعتدي دروك على ايران، وساعدت الصهاينه على قتل الاطفال الغزاويين. هذه قوه شر، هذه امريكا.
هذه قوة شر، هذه قوة شر، هذه قوة شيطان، هذه من عبدة الشيطان. أمريكا عبدة للشيطان، أمريكا من الناس التابعين للصهيونية العالمية تماما، لا تتوانى في قتل الأطفال والنساء ولا قتل أي أحد من أجل المال ومن أجل البترول ومن أجل النفوذ. السؤال اللي يبقى مطروح، هؤلاء الخليجيون الحثالة، هؤلاء الخليجيون الذي لا قيمة لهم ولا شرف، كيفاه يعطوا لأمريكا دراهمهم؟ كيفاش شفنا ديك النهار بن سلمان عطى لأمريكا 1000 مليار يا عبد الله، 1000 مليار عطاها لأمريكا. علاش؟ لماذا تعطيها دراهمك؟ على هذيك 1000 مليار على ما تروحش تستثمرها في الدول الإسلامية؟ عندك كل شمال افريقيا، من المروكو روح الجزائر، روح تستثمر تما الاموال نتاعك، دير الخير في المسلمين ودير الخير في السعوديين وفي المسلمين. كيفاش تعطي دراهمك للصهاينه اللي يقتلوا اطفال غزه؟ كيفاش ايها المنافقون، ايها الحتالة، ايها المجرمين؟ انتم مجرمون، انتم مجرمون وشركاء في الاجرام مع امريكا، انتم مجرمين. وكاين دوله اخرى منافقه، منافقه جدا، منافقه جدا، رغم انها باغي دير مشاريع معنا كيما داك مشروع بلدنا تاع الحليب وكل شيء، هذاك مشروع رابح، هذا مشروع اقتصادي، هذه هي ثاني راهي تضرب على الفائده نتاعها، هي تربح وحنا نربح. بصح دوله منافقه هي قطر، قطر اللي تدعي بأنها إخوانية وأنها تتبع المذهب الإخواني الإسلامي وأنها في نصرة الشعوب الإسلامية واحتضنت العلماء المسلمين، والإخوانيين كلهم هربوا عندها، يا هربوا لتركيا يا هربوا للدوحة. الإخوانجيين كلهم هربوا للدوحة ولا لتركيا، واحدة منهم، مع اللي كان حلف بين تركيا وكل شيء، حلف الإخواني هذا باين. بصح أنت يا قطر علاش دائما تشجعي في امريكا في الاعلام تاعك، تبيني الضربات الامريكيه، امريكا ضربت، امريكا دارت، امريكا قضت على ايران، امريكا دارت ضربت منا وفي العمق الايراني، منا ايران تخسر الحرب، ايران منا، وكاع ما تقولوش الحقيقه. ومين تضرب ايران؟ والو، كاع ما تهضروا غير شويه، كاع ما تعينكمش. وثاني روحتوا دخلتوا روحكم في القضيه نتاع روسيا مع اوكرانيا، روحتوا تساندوا الكلب الخنزير الحقير الصهيوني زيلينسكي صهيوني ومدمن مخدرات، وكان يقتل اهل الدونباس اللي ريسوفون، كان يقتلهم طيله 8 سنوات. وهذا النازيين الاوكرانيين يقتلون اللي ريسوفون عبر الحدود 8 سنين هما يقتلوا. ومن بعد مين ناض لهم بوتين باش يعاقبهم على ما فعلوا، جيتوا انتم ضد بوتين مع واحد صهيوني اللي هو زيلينسكي. ايها القطريون المنافقون، راكم مع امريكا ومع زيلينسكي وضد الحق والعدل، علاه ما تجوش مع الحق؟ علاه يا المنافقين؟ عطيتوا هذيك النهار، سلمتوا ترامب طائره اللي تسوى مانيش عارف شحال من مليار، عطيتوها له بلا الدراهم اللي عطيتوهم له من تحت لتحت. ودايرين قاعده العديد، اكبر قاعده في الخليج لضرب المسلمين. ومن بعد لقى دعما قويا من روسيا ومن الصين، أن روسيا والصين تدعمان بقوة إيران. لماذا؟ لأن بالنسبة للصين وروسيا هذه مسألة حياة أو موت، سي فيتال بور لا شين إلى روسيا. لن يسمحوا أبدا بسقوط إيران في يد الصهيونية العالمية وأمريكا. لماذا؟ لأن هذا سيهدد مستقبلهما معا. طبعا الصهيونية العالمية وأمريكا لأنهما واحد، تريدان تجفيف منابع الغاز والبترول على الصين لإضعاف الصين ثم الاستفراد بها وهزمها، والصين لن تسمح بذلك أبدا، لأن إيران تعتبر الحاجز الأخير ضد الصهيونية وأمريكا. فإذا بالنسبة للصين فهذه مسألة حياة أو موت، لن تتراجع أبدا ولو دخلت في حرب مباشرة مع أمريكا، لن تتراجع الصين هذه المرة. فإذا تيقنوا بأن أمريكا مهزومة، لن تستطيع أن تقاوم أكثر. فأنا أقول ليست أمريكا هي التي تهاجم في نظري، أمريكا تدافع، أمريكا هي التي تقاوم.
إيران هي التي تهاجم وتستطيع إلحاق أكبر ضرر ممكن بالقواعد الأمريكية، وقوة أمريكا في قواعدها. أمريكا ليست أقوى من روسيا في السلاح أو في العسكري أو في المسألة العسكرية. أمريكا ليست أقوى من روسيا، روسيا أقوى منها بكثير فيما يخص الترسانة النووية، وهي أضعف من الصين من حيث الترسانة النووية ومن حيث الجيش والعدد والتعداد والعدة، وإنما أمريكا تتفوق عليهما بالقواعد المنتشرة في العالم. أمريكا عندها نحو 800 قاعدة عسكرية في العالم، وتركز هذه القواعد في منطقة الخليج خاصة، أين توجد الثروات النفطية والغازية بكثرة، ولتقطع الطريق أمام الصين. إذا تمكنت أمريكا والصهيونية من هزم إيران، سوف تقطع المشروع الكبير للصين اللي هو طريق الحزام والطريق، اللي هو مشروع تجاري وجيو استراتيجي كبير جدا بالنسبة للصين، والصين لن تسمح بذلك. قلت لك ولو دخلت في حرب مباشرة مع أمريكا لن تتوقف، ولن تكون الصين وحدها، هناك تحالف قوي جدا مع روسيا ومع كوريا الشمالية، وهذه الدول كلها لها ترسانة نووية وعندها جيوش قوية وهي من المنطقة. أما أمريكا فهي دخيلة على المنطقة. تخيلوا لو ضربت كل القواعد، يعني إيران والحلفاء نتاعها اللي هما حزب الله والحوثيين وحتى الحشد الشعبي قادرين على أنهم يضربوا كل القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة. تخيلوا، يعني غادي تكون خسائر فادحة لأمريكا. أمريكا توقفت الآن وعرفت بأن إيران ليست وحدها. ولو تمادت الصهيونية وأمريكا في مهاجمة إيران، سوف ربما تندلع حرب عالمية ثالثة، ولن تكون من مصلحة أمريكا، ما تكونش من مصلحة أمريكا أبدا. فإذا أنا نقول أمريكا إلى تقهقر، إلى ضعف، والصهيونية إلى زوال. والله نقولها لكم صراحة، والله لو كانت تزيد تتوغل أو تزيد تتمادى الصهيونية في مهاجمة إيران، هذا المرة إيران لن تتوقف بخيبر شيكا، ومع الحوثيين والآخر سيدكون إسرائيل دون توقف. وهذا المرة ما غاديش تعاود تحشيها لهم أمريكا وتقول لهم نديروا هدنة أو نديروا إيقاف الحرب مؤقتا. هذا المرة إلا بدات إيران تضرب تل أبيب ما تتوقفش إلى أنها تكمل خيبر شيكا. شفتوا واش صرا في ذوك الأيام، حتى طلبت أمريكا إيقاف الضربات خوفا على إسرائيل. هذا المرة لن تتوقف إيران، والله غير دكت إسرائيل إلى كملتها. وحنايا على كل حال في الجزائر نتمنى إن شاء الله انتصار إيران، ولو كنت أنا حاكما والله ندعمها بكل ما أوتيت من قوة، والله ندعم المقاومة وندعم إيران بكل ما أوتيت بالقوة ولو سرا. هذا لا يعني أنني أعادي أمريكا ولا أعادي الشعب الأمريكي. أنا معليش، أنا هذا الشعب الأمريكي الخلاق، هذا الشعب الأمريكي القوي اقتصاديا، أنا ندير معها علاقات، ما عنديش مشكل، علاقات براغماتية بكل براغماتية، ندير معه علاقات وندير معه شراكات اقتصادية، لأنه شعب قوي حقيقة وخلاق. ليس معناه كي ندير أنا علاقات مع أمريكا ليس مع الحكام، لأن الحكام زائلون. هادو لي غوفرنون، هادو كيما ترامب كيما لغوسون إفمار. العلاقة تبقى بين الشعوب، العلاقة تكون بين الشعوب، الشعب الأمريكي والشعب الجزائري. معليش أنا ندير معهم علاقات وندخلهم للجزائر وكل شيء. بغيت تدخل امازون تفضل، بغيت جوجل تدخل مايكروسوفت، مانيش عارف انا شيفرولي، فورد، اكسون موبايل، كاع يدخلوا اهلا وسهلا بهم على هلا. ولكن انا لن اوافق ولن ارضى ابدا بالسياسه الامريكيه والصهيونيه.
وعمري ما ندخل في تحالف معهم ولا نتقرب منهم، لأنهم مجرمين، لأنهم عبدة الشياطين، لأنهم سببوا للإنسانية الكثير 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 من المآسي. يا سبحان الله، هاجموا الفيتنام وقتلوا ما قتلوا فيها، أطلقوا القنبلات النووية على هيروشيما وناكازاكي، دخلوا في العراق قتلوا مليون عراقي بكذبة تاع الدمار الشامل، أسلحة الدمار الشامل، وهي أكبر كذبة في تاريخ الإنسانية، وقتلوا مليون شخص وعذبوا الناس في سجن أبو غريب، راحوا لأفغانستان وقتلوا ما قتلوا، وشردوا ما شردوا، ويتموا الناس، زيد تحالفوا على الشعب الفلسطيني وراهم يقتلوا فيه منذ 57 سنة، منذ 57 سنة يقتلوا في الشعب الفلسطيني المسكين الأعزل، وما زال التقتيل ما زال مستمر إلى حد الساعة. يقول لك باللي أوقفنا الحرب، ولكن ما زالوا يقتلوا الفلسطينيين لحد اليوم، كل يوم يموتوا 10 20 واحد 30 واحد، بعد ما كانوا يقتلوهم بالآلاف، التقتيل ما زال مستمر. هذا الناس مجرمين هادو. أمريكا والصهيونية عبدة الشياطين، أمريكا والصهيونية أعداء للبشرية، لازم نفضحوهم كلنا نكتبوا في الحيطان، نكتبوا في الصحافة، نتكلموا، ما نسكتوش أبدا، على العالم كله أن يحرض ضد أمريكا والصهيونية، العالم كله. إذا كنا أناس ماشي حتى نقول مسلمين، تكون غير بنادم، تكون غير إنسان، تكون غير إنسان، عندك إنسانية وعندك ضمير حي، تفضح أمريكا أينما كنت، غفلة تكتب في الحيطان، تكون تسكن في فرنسا ولا في إيطاليا ولا إسبانيا، تكتب في الحيط أمريكا والصهيونية أعداء البشرية. أنا نقولها والآخر مثلا راك داير لايف وتهدر، دير خلفية وراء ظهرك اكتب أمريكا والصهيونية أعداء البشرية. كل أحرار العالم لازم يكونوا ضد الصهيونية والبشرية، باش ينقوا الكرة الأرضية من هذا الأوساخ، ينقوا الكرة الأرضية من هؤلاء المجرمين. أمريكا والصهيونية مجرمون، لازم نحاربهم. قلنا ولكن ليس معنى هذا أنني ما نديرش علاقة اقتصادية مع أمريكا، لأن هذه العلاقة الاقتصادية مع أمريكا تكون مع الشعب الأمريكي وليس مع الحكام، لأن الحكام زائلون ولا بد من فضحهم. المهم أن أمريكا في تقهقر، وما زال غادي يقدرها على البترودولار على ما تبقى من قوتها ومن هيمنتها. الهيمنة أمريكا بالبترودولار غادي يقدرها، غادي عندما يبدأ الناس اللي في البريكس واللي التحقوا بهم يتعاملوا بالعملات المحلية، كل واحد يقبل العملة تاع الآخر. احنا للأسف ما دخلناش معهم، كنا نتمنى في حال ندخلوا البريكس ونتعاملوا بالعملات المحلية باش تطلع قيمتها، ونقضوا على البترودولار اللي راهي دايرت لنا به أمريكا شونطاج. أمريكا راهي تعاقب كل دول العالم بهذا البترودولار تاعها، غدوة تجمد لك الأصول تاعك في البنوك تاعها، غدوة ما تخليكش تتاجر في نظام سويفت، دارت لنا شونطاج كبير بهذا البترودولار اللي هو في الحقيقة الدولار اللي ما يسوى والو. الدولار هذا ما يسوى والو، ما عندهش مقابل من الذهب، هو فقط أوراق تطبعها أمريكا. ولكن بما أنها فارضتها على العالم، فارض الدولار على العالم، عندها قوة، لأن الناس كلها تحتاج للدولار لتنجز العمليات التجارية. هادو لي ترانزاكسيون فينانسيير هادو لازم يتموا بالدولار. على هذا الدولار عنده قيمة، بصح غدوة البريكس من يولي يتعامل بالعملات المحلية، البترودولار يسقط، فإذا الاقتصاد الأمريكي يسقط. فإذا أنا أبشر الناس بسقوط أو تدهور أمريكا، لأنها هي اللي أدت بنفسها إلى التدهور. هي ما بغاش تحترم حقوق الإنسان، هي ما بغاش تحترم القانون الدولي. شوفوا كما ترامب على بعد 12,000 كيلومتر يقول لك باللي الصحراء الغربية مغربية. بأي حق هو يمنح الصحراء الغربية للمروك؟ بأي حق؟ هذه نتاعه، هل ورثها عن جده أو أبيه؟ راكم تشوفوا كيفاش راهم ضد القانون الدولي. أمريكا والصهيونية ضد القانون الدولي، حتى محكمة العدل الدولية لم تسلم من هجوماتهم، وتهجموا على رئيس المحكمة الدولية لأنه حكم على نتنياهو بأنه مجرم حرب. راكم تشوفوا لو خلينا أمريكا والصهيونية تتمادى فسوف تقضي على ما تبقى من القانون الدولي.
غادي يقضوا على ما تبقى من القانون الدولي ويديروا لنا قانون الغابة، القوي ياكل الضعيف، القوي ياكل الضعيف. ما كان لا قانون لا احترام لحقوق الإنسان ولا ديمقراطية ولا شيء، تولي لغة السلاح. وإذا كاع الناس استعملت لغة السلاح، تخيلوا انتم الصين تاني تولي كما أمريكا تستعمل السلاح بما لها من قوة، وروسيا تستعمل كذلك السلاح وما كاش قانون الغابة. سيولوا في قانون الغابة، نولوا كل هذه الدول هذه ثلاثة تتقاسم الدول، كل واحد يدي مجموعة من الدول ويستولي على خيراتها. هذا ما ترمي إليه الصهيونية وأمريكا، قانون الغابة. فإذا قلت أنا لازم منا كلنا على كل حر في العالم، ماشي غير مسلم، المسلم أكثر، على كل حر في العالم أن يفضح الصهيونية وأمريكا. قلنا نكتبوا في الحيطان، نكتبوا في الجرائد، نهضروا في وسائل التواصل الاجتماعي، كلنا كل أحرار العالم كنا نصيبنا نديروا هاشتاغ الصهيونية وأمريكا عدوتا البشرية. هذا هو. المهم أنني حاولت أنني نقول اللي في خاطري. طبعا أني نهضر مون نون، أنا الكلام تاعي لا يلزم إلا شخصي، هذا الكلام تاعي لا يلزم إلا شخصي أنا، وقد أكون مخطئا. أنا راني نقول الشيء اللي نشعر به راني نقول فيه. هذا لا يلزم الدولة الجزائرية ولا الحكومة الجزائرية ولا الرئيس الجزائري، أنا شعبي فقط، أنا فرد من أفراد الشعب الجزائري، وأنا فرد من أفراد الأمة الإسلامية، وأنا فرد من البشرية. راني نقول اللي نحس به. قد يتفق معي البعض وقد يختلف معي البعض الآخر، ولهذا أطلب من إخوتي اللي راهم يسمعوني أنهم يدلون بأفكارهم وآرائهم فيما قلته أنا. وأخيرا نقول لك أنا نتمنى زوال إسرائيل، ونتمنى تقهقر أمريكا لكي يسود العدل في العالم وترجع الحقوق لأصحابها. وهذا المروك القذر، المروك الوسخ، المروك القبيح يدخل في كشوره ويستسلم للأمر الواقع ويسلم الصحراء لأهلها، ويتوقف عن تسبيب المشاكل لإسبانيا والجزائر وتونس وكل دول إفريقيا، لأنه عميل للصهيونية وعميل للاستعمار. وأنا نتمنى إن شاء الله صحوة وانفجار وثورة للشعب المروكي. هذا هو الحل اللي يخلصنا من هذا القصور ويخلصنا من هذه القذارة الموجودة في المروك. هي ثورة عارمة للشعب المروكي لاسترجاع حقوقه واسترجاع كرامته وشرفه. نتمنى من ذلك من صميم القلب، لأن هذا يجنبنا الكثير من المشاكل مع هذه الدولة ومع هذا الشعب اللي هو في الحقيقة شعب مسلم مجار. طبعا الأغلبية منهم الأغلبية الساكتة أو الأغلبية الصامتة، أما هذوك اللي راهم يسبوا الشهداء تاعنا ويسبوا الجزائر ليل نهار ويعتدون على العالم تاعهم، اللهم فرجنا فيهم. إن شاء الله نتمنى لهم كل المآسي، نتمنى لهم ماشي غير الزلازل، نتمنى لهم الزلازل والبراكين والحرائق وكل شيء حقيقة، لأنهم هم يعتدون علينا وليس العكس. المهم جماعة الخير، نتوقف هنايا في كلامي اللي أراني في مقهى باش ما نهرس للناس عقول ريصانهم، وأتمنى أن تتفاعلوا معي في التعليقات. جزاكم الله خيرا، والله يقضي الحوائج تاعكم والله يشفي مرضاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كالعادة ادعمونا من فضلكم بلايك وابونمون وبارطاجو إذا عجبكم الكلام تاعي. أي السلام عليكم ورحمة الله.